السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ماما حياة. طبعا احنا النهاردة هنعمل فراخ بلدي محشية رز. ده اكل الصعيد. السلام عليكم حبايبي. ده اكلتنا المفضلة بتاعت الصعايدة. ما عندناش فريك، قلنا نعمل رز بقى. طبعا حطيت الرز اهو، بنت حطيت الرز بالمية وبتتسلق، ودلوقتي حطيت الزيت وهتحمر الشعرية اهي. هنعمل شوية رز. بتقلب الشعرية. صلوا على النبي يا جماعة، ادعوا لأهل غزة وأهل فلسطين والعراق والسودان يا رب. والسودان كله يا رب، كل البلاد كلها ربنا يصلح البلاد وتبقى في أمان وفي سلام بإذن الله. وبلدنا برضو الحبيبة مصر، بلدنا الحبيبة مصر بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. بتحمر الشعرية اهي. كنت بوريكم قبل دي اللي انا صفيت الرز اللي هعمله للحشو بتاع الفراخ. ده رز بقى هنحشيها الفراخ البلدي اللي انا كنت مربياهم، ربنا طارح فيها البركة الحمد لله. اهي غسلت الرز وحطيته، وهتقلبه شوية لما يشخلل في الحلة شوية كده عشان يبقى طعمه حلو. وما بنحطش المية على طول، شوية بتقلب الرز بالشعرية يندمج مع بعضه كده. فعلوا الجرس وحطوا لايك عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة اليوتيوب، واشتركوا كمان في التيك توك برضه. اشتركوا في القناة على اليوتيوب وعلى التيك توك عشان يوصلكم كل جديد مننا. بتحط المية للرز اهو. الحمد لله رب العالمين. أكلة بقى اهو، أكلتنا دي بتاعت الصعايدة، أكلة البسيطة دي. بتقلب الرز اهو، هتحط له الملح وهتحطي بتاع ده مرق الدجاج. انا ما كنتش عايزه احطها، بس هي قالت لي حطيها، طعمها كان حلو. طعمها حلو يبقى في الرز. اللي عايز يعني يحطها واللي مش عايز براحته. والله اهم حاجه النفس الصراحه، مش هكدب عليكم. بس هي بتدي طعم برضو للرز برضو. انا اول مره احطها قالت لي طعمه حلو، بس انا نفسي فيها. والله طعمه حلو، بس انا مش حباه كده، انا حابه بالنفس. بنتي مش حباها كده يعني. هتحط الرز اهو. غسلت الحله وحطيت حبه زيت. هتحط شويه زيت اهو وشويه ملح وشويه فلفل وكوب صيني، حته صغيره عشان تحلي الفراخ، عشان الفراخ ديت حطيناها في الفريزر. وبتقلب اهو الرز اهو، ولما يبرد باذن الله هتقوم حشياه. معلش يا جماعه، صوت الفرح في الشارع اللي ورانا. عقبال الجميع باذن الله يفرح الناس كلها يا رب، ويدوم علينا الفرح كلنا جميعا يا رب. اهي قلبت الرز اهو شويه كده على النار، ولما يبرد باذن الله هتحشي الفرخ دي. مره كنت بقول لامي ليه ما حشاهاش هي وسخنه الرز، قالت لي لا يا بابا، بتطلع البكتيريا بتاعتها سخنه، او اللحمه ساقعه. الرز او كان فريك ساقع بيعلي البكتيريا، بيطلع الزفاره. لما بيبرد وتيجي تحشيها بتبقى حلوه برضه. دلوقتي قلبت الرز اهو وهتوطي عليه ويستوي بقى براحته كده اهو هوطي عليه الناحيه التانية واحطه عشان الناحيه دي بتهبهب شويه في الحلل. الحمد لله. عشان اخلص يعني نفسي حطيت الناحيه دي، وهي حطت البوتاجاز اصلا بايظ، عايزين نصلحه باذن الله، ربنا يفرجها علينا يا رب. ودقه التومه اهي وبتحمرها، حطيت لها شويه زيت بس، ما حطيناش دهون ولا حاجه عشان انا تعبانه. وهي عملت شويه طماطم اللي مخزنينها، وكنا جايبه حزمتين كزبره وقطعتهم، غسلتهم وقطعتهم. دي تسبيكة السبانخ اللي كنا مخزنينها، كانت جايبة شوية كده حلوين وغسلتهم وقرطفتهم وحطت لهم كوباية مية وسويتهم شوية على النار. قلت لكم حطوا لايك واشتركوا وقلوب كتيرة اهي. الرز اهو قرب يستوي، بتقلبه اهو. هنا استوى. قلت لكم زي العسل اهو. لو انتم موجودين عندنا تعالوا تعشوا عندنا او اتغدوا. والله طعمه زي العسل، بس برضو النفس احلى. هي مش حابه
مرقة شوربة الدجاج. ماجي مش حباها، قلت لكم حط لكم قلب. المرقة لا مش حباها دي كده. استوى اهو، ودلوقتي بتحط حط مكعب واحدة ماجي وربع. للبتاع ده، للسبانخ. لتسبيكة الطماطم بالكزبرة للسبانخ. دلوقتي حطينا المية للفراخ اهي بتاعت حطيت السلق. ملح. حطت ملح اهو، وفلفل اسمر هتحطه، وهتحط فلفل ابيض وورق لولا. وورقتين لولي، ما بعرفش اقولهم فلفل بقى يا أبيض جماعة. كمان. وفلفل ابيض، والحمد لله. انا بقى كنت بقول لكم ان انا بنقعها بايه، بجنزبيل وقرفه وليمونتين او 3 ليمونات. هنا بقى ايه، كنت بطلع الليمون عشان اقول لكم عليه. هنا ما بصوا عليها، انا بشيل الايدين الصغننين الجناحات، الجناح اللي من فوق دوت ده عشان بيطلع ده ريحه بيبقى زفارة زفاره. دوت. وبرده الجهاز التناسلي بتاعها برده بشيله. هنا بقى هنا بقول لكم انا عامله ايه، في هنا زي كبده او حتت كده كاتمه، بقوم شايلها برده ومنضفاها تنظيفه حلوه، وبشيل الزلال وبشيل كل حاجه. قرف، انا ما بحبش الفراخ كده، لازم انضفها اخليها ايه قشطه كده من جوه. سبكنا التسبيكه اهي، وحطت بصلايه واحده بس مقطعه 4/4 دي كبيره، وحطيتها ايه. ودلوقتي غليت اهي، وحشت الفراخ. شطفت الفراخ شطفه حلوه وحشيتها حطيتها في كيس حراري عشان الفراخ ديت ايه، عشان ما تطرشاش في اللي هي وبتغلي في المرقه. عشان الصراحه مش بخيطها، في فراخ بخيطها وفي فراخ لا. دي لما خيطتها عشان بتقطع الحته اللي من ورا دي اللي بتبقى ماسكه، اللي بتمسك في الرجول دول، تربطهم. سايبها على كده بقى عشان دي بقى السبانخ المسلوقه ومفرزه اهي. دلوقتي هتضربها في الخلاط ضربتين اهي واهي، وهتحطها مع التسبيك. امي بتقول لي اول مره ادوق سبانخ طعمها حلو، مش عارفه ليه. والحمد لله الحمد لله، كل نعم ربنا علينا حلوه، الحمد لله. طالما خير موجود الحمد لله، يعني الحمد لله. أكلة بسيطة والحمد لله الحمد لله. مش ضروري يا جماعة يعني يكون السفرة أشكال وألوان كده وحاجات مبهرة، يعني لو صنف صنفين الحمد لله نعمة وفضل من عند الله. والرجالة ترضى بقليلها، والواحد طالما عايش شوية رز اهو معلقتين عشان تربط السبانخ، عشان ما تبقاش عاملة زي المية. في ناس بقى بتحط لها ايه، بترب معلقة دقيق وتحطها. كان في الصعيد بقى احنا بنعملها كده. هنا بقى انا بعملها بشوية رز، معلقتين رز. طبعا الواحد لازم يرضى باللي مقسمه ربنا، ونعم ربنا علينا حلوة والحمد لله. عارفين يا جماعة، لما الواحد يرضى باللقمة اللي مقسمها ربنا هيعيش مرتاح والحمد لله رب العالمين. اهم حاجة راحة البال والستر، ومحدش يخبط على الناس كده ويقول لهم ايه عليكم دينا. الحمد لله طالما الواحد مستور الحمد لله. هنا كنت طفيت على الفراخ وايه وخدتها، جيت خدتها ايديا زي اكني نهار اتلسوعت، مكنتش قادره. دلوقتي هتحطها في الطاسه وهتحمرها اهي. الحمد لله شلتها حطيت لها حبه زيت ومعلقتين زبده صفرة وحطيت لها حبه ملح وحبه فلفل. حبه ملح والفلفل ده بياخدوها في عالم تاني والله العظيم. وبوطي عليها سنه بسيطه، وبعد كده بعلي عليها. بتحمرها على البوتاجاز؟ بحمرها على البوتاجاز، ممكن في الفرن وممكن في البوتاجاز، بس انا بستسهل الصراحه، عشان انا اصلا كده اصلا الفرن عندي بايظه. ان كانت اللي عندي القديمه، وكمان اللي كانت عندي كان جوزي جايبالي بقاله فتره كبيره وما بستخدمهاش كل فين وفين، عشان هي بايظه اصلا. الشعله بتاعتها معرفش فيها ايه بايظه. بتسويلي الحاجه بتقعد، الكيكه بتقعد ساعتين، في كيكه بتقعد ساعتين. هنا بقى بقلبها اسمه ده الفرخه. رحت جبت المسكه اللي انا كنت جايباها جديده، اللي انا كنت وريتها لكم في المشتريات، قلبتها. بس يا لهوي على جمالها هي ومقلباها. معلش وانا عارفه ان انا عكاكه كده، بس اعمل ايه، انا مش عارفه اشيل كده ولا كده، وخايفه ان هي تقع في الارض، وخايفه ان هي انا اتحرق. هعمل ايه ولا ايه يا جماعه؟ عشان مش بوتاجاز، ده شعله. خايفه الاكل يقع في الارض، ولو وقع في الارض مش هيتاكل عشان انا عندي قطط برضو. لا، ومش القطط، هي قبل ما بتعمل الاكل بتقوم ماسحه المطبخ، بس برضو ده ارض. انا بمشي برضو بالشبشب برضو في المطبخ، ما بمشيش حافيه انا برضو. الحمد لله رب العالمين. ربنا يسهل يا رب.
دي وطيت عليها البوتاجاز شويه، قعدت اعمل من هنا يمين شمال يمين شمال لغايه ما حاولت افكها. ماسكه في الطاسه. الحمد لله بقى بالمساكه اهي بالشتا احطها. بس والله كانت حلوه اهو هسمعكم الخشوله بتاعتها دقيقه كده وهسمعها لكم، بس كان طعمها حلو والله العظيم. دول حطوا لايك. حطوا لي بقى هنا لايك واشتراك وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. وعايزه اقول لكم كل واحد يرضى بقليله الحمد لله. يعني الفراخ دي عندنا من فتره بقى لها كتير. الواحد لازم يرضى باللي مقسمه ربنا. دلوقتي حطيت الفراخ اهي، وكبينا الرز وكبينا السبانخ. هم تلات حاجات اهم، وتعالوا مش ضروري اتعشوا اعمل معانا. اصناف كتيره. اتفرجوا علينا لو تتفرجوا في الغدا تعالوا اتغدوا، لو في العشاء اتعشوا. مع سلامة الله. مع السلامه. مع السلامة.